السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر إيهاب رمضان. زي ما وعدتكم ده أول فيديو إن شاء الله. هشرح لكم فيه أدوات الأونلاين. تمام. طيب أي مدرس عنده المادة دي محتاجة كتابة، فإذا هو محتاج يكتب. تمام. فطبعا اللي عنده لابتوب بيلاقي صعوبة في الكتابة بالماوس، أو اللي عنده كمبيوتر بيلاقي صعوبة في الماوس، أو اللي عنده تليفون بيلاقي صعوبة في إن هو بيكتب بإيده. فإحنا طبعا محتاجين قلم نكتب بيه. تمام. طيب أولا لما المدرس يكون عنده لابتوب يبقى هو كده قطع نص المسافة. هو معاه لابتوب بيبقى ناقص له إن هو يشتري حاجة اسمها جرافيك تابلت. تمام كده. الجرافيك تابلت ده بيبقى عبارة عن كده بادة زي بادة الماوس كده، لوح كده متوصل بالكمبيوتر، ليه قلم، وان شاء الله بتاع ده هحط لكم صورته. بيتوصل بالكمبيوتر ومن خلاله المدرس بيقدر يكتب. تمام كده. طيب الجرافيك تابلت ايه مميزاته وايه عيوبه؟ طبعا مميزاته لا يعني بيأثر عليا نص المسافة. انا معايا اللابتوب فكفايه عليا ان انا اشتري جرافيك تابلت في رينج ال 4000 اقل ازيد. تمام. يبقى انا كده بدل ما اشتري لاب كامل يبقى خلاص دي نص المسافه. تمام. عيوبه ان في ناس ما بترتاحش للكتابه عليه، ان في ناس بتحب لما تيجي تكتب، وانا من الناس دي بالمناسبه. لما تحب تيجي تكتب بتحب تكتب وتبص وهي بتكتب ايه، يعني تبص على الكتابه واللي هي بتكتبها. تمام. لكن الجرافيك تابلت انت بتبص بعينك لللابتوب وايدك ما بتشوفهاش، بتكتب من غير ما تشوف ايدك. دي بتمثل صعوبة بالنسبة للناس. وكمان الرسم او الكتابة عليه مش حاجة سهلة، بتبقى محتاجة تدريب. التابلت جرافيك نفسه بيبقى ليه اعدادات احيانا، فيلاقي صعوبة جدا ان هو يكتب بيه. تمام كده. طيب اشتريه ازاي واشتريه منين وايه الماركة بتاعتي؟ تمام. احنا كمدرسين مش محتاجين نرسم، فحساسية القلم بالنسبة لنا مش حاجة مهمة قوي. اللي يهمنا اكتر التابلت، مقاس التابلت نفسه او الجرافيك تابلت ان هو يكون اكبر. في طبعا بتاع ده انواع مشهورة زي طبعا هويون، زي بتاع ده اكس بي، زي واكوم. تمام. كل دي ماركات معروفة. تمام كده. في منه الجديد وفي منه المستعمل. انا طبعا بنصحكم انكم ما تشتروش منه جديد، اشتروا مستعمل، لان في ناس كتير قوي بتبيعه مستعمل وبيبقى اقل بكتير بالثمن، وبيبقى فيه ميزة حلوة قوي انك تقدر تجربه قبل ما تشتريه، ودي حاجة كويسة. في طبعا بعض الشركات حاليا في القاهرة بقت موجودة وتقدر تجرب التابلت لو انت عايز تشتريه جديد، تجربه قبل ما تشتريه. بس انا انصحك انك تخش على الفيسبوك او تخش على دوبزل او اي حاجه وتدور عليه، فهتلاقي ناس كتير بتبيعه. طيب بيبيعوه ليه والناس كتير بتبيعه ليه؟ زي ما قلت لك ما بتعودش عليه. النقطه التانية ان هو مثلا بيبقى مبتدئ مثلا وملقاش شغل، لان طبعا شغل الاونلاين مش بالسهوله اللي الناس متخيلاها، لان طبعا في ملايين المدرسين غيرك نفسهم يشتغلوا، فالمنافسه بتبقى صعبه جدا. بس ثق تماما طول ما انت متميز ان شاء الله هتلاقي بتاع ده رزقك موجود ومكتوب وما تقلقش. فانا انصحك انك تشتريه مستعمل. تمام. طبعا الله يكون في عون الناس اللي في الاقاليم ما بيبقاش عايز يسافر مصر او غيره، فبيبقى نفسه يشتريه اونلاين، وانا لا انصح بشرائه اونلاين تماما. طيب احنا كده خلصنا موضوع الجرافيك تابلت. نخش بقى على حتة الكتابة بالقلم على الشاشة مباشرة، بحيث انك تشوف اللي انت بتكتبه، وقلت دي الطريقة اللي انا بفضلها. طيب اول حاجة هنا وارخص حاجة انك تشتري اقلام للموبايل بتاعك علشان خاطر تشتغل بيه. تمام كده. عندنا قلمين في السوق، الاتنين في رينج ال 300. تمام. القلم الاول اللي هو ده اللي هو الابيض، دي كده علبته. تمام. زي ما انت شايف اهي دي علبته. بيجي معاه كابل شحن، وبيجي معاه سنون على فكرة، وبيتشحن من هنا. عايز تفتح القلم بتفتحه من هنا، بينور ازرق. تمام. اول ما يخلص شحن بيديك تنبيه، وبعد كده تفضل تشحنه لحد ما يوصل للون الاخضر تقريبا ويتشحن.
تمام، تقدر تكتب بيه على اي شاشة تاتش، زي مثلا القلم ده مثلا. هنفتح البرنامج بتاعنا اهو ونبدأ نكتب بيه. تمام. طيب انا مش مريح ايديا، دي هنا نقطة. طبعا انت لما تيجي تكتب في حاجة اسمها راحة اليد. تمام. القلم ده طبعا لا يدعم راحة اليد لانه قلم رخيص، فطبعا ما فيهوش نقطة حتة راحة اليد زي التابات اللي هي الغالية. فطبعا زي ما انت شايف اهو عمل بتاع، فانت عايز تسند. تمام. طب تسند ازاي؟ ممكن تحط منديل، ممكن في حاجة اسمها بتاع ده جلافز او قفاز او بتاع ده جوانتي رسم. جوانتي الرسم ده بيبقى عندك ايدك كلها متغطيه ما عدا الثلاث صوابع دول، الصابعين دول متغطيين. برضه هديك صورته، بيتباع في رينج ال 250 وال 300 والرقم ده. ممكن انت بنفسك، ودي انا عاملها، جيب قماشه تخينه ومفصل انت بنفسك قماشه تخينه بحيث ان هي ما تخليكش بتاع ده ايدك توصل للشاشه. تمام كده. واعمل الجوانتي ده بايه؟ بنفسك. ماشي، سهل جدا، عندك كذا خيار. تمام كده. وساعتها تقدر تكتب كويس جدا بالقلم ده. تمام. ايه عيوب القلم ده؟ عيوب القلم ده ان هو ما بيشتغلش على كل الشاشات. زي ما انتم شايفين انا بواجه صعوبه في الكتابه على شاشه الموبايل هنا. تمام. فانت لازم قبل ما تشتريه تجربه. طيب انا جربته على ايه وكان شغال كويس؟ جربته على تابلت الثانويه العامه، كان شغال القلم ده كويس. ايه ميزته عن القلم اللي هو باللون الاسود اللي هو ده؟ ميزته انه خطه احلى، وفي نفس الوقت انت شايف وانت بتكتب الكلام تحت الخط. تمام. طيب في القلم الاسود. تمام. القلم الاسود طبعا نجيب صفحه جديده. طيب القلم الاسود اهو زي ما انت شايف، في هنا راس ماجنتيك، ودي هنا السن بتاعته بيبقى زي ما انت شايف جوي روم، ماركته جوي روم زي ما انت شايف اهي. تمام. ودي شكل العلبه، وده بتاع ده الموديل بتاعه. طيب جميل جدا القلم ده. تمام. وبيشتغل على اي شاشه اهو زي ما انت شايف اهو. ماشي. برضو هنا في صعوبه شويه يمكن عشان انا بعيد شويه. تمام. القلم ده افضل، بس هو مشكلته زي ما انت شايف انك ما بتشوفش الحته دي كده. بحس ان انا ما بعرفش اشوف الخط تحتها. وطبعا هتقدر ساعتها تشتغل بالقلمين دول على الموبايل. القلم ده بالذات تشتغل على الموبايل تمام زي الفل، مفيش مشكله، تقدر تكتب. تمام. بس طبعا هيبقى في صعوبه، بس طبعا انت في بداياتك مش عايز تكلف نفسك لحد لما تقف على رجليك. ساعتها هات ادوات كويسه واشتغل طبعا بادوات كويسه، لكن ابدا. تمام. الخلاصه ابدا. ماشي. فقلم ب 300 جنيه طبعا بدايه كويسه. ده بالنسبه للاقلام بتاعه الموبايل. تمام كده. طب يجي بعد كده التابلت. تمام. في تابلت هواوي زي كده مثلا، ده هواوي ميت باد. تمام. القلم زي ما انت شايف اهو. القلم طبعا الكتابة بتاعته متميزة، بس طبعا الهواوي غالي. يعني الهواوي لو انت عايز تشتري تابلت زي ده جديد هيبقى 31,000 في الوقت الحالي. بس برضو بنفس النصيحة تقدر تشتري هواوي بسعر، طبعا هواوي مستعمل بسعر كويس. السبب انه طبعا دعمه لخدمات جوجل ضعيف شوية، البرامج عليه مش كتيرة شوية. طبعا بيبقى في صعوبة في شير الشاشة او تسجيل الحصة. بالمناسبة في برامج الزوم تسجيل الحصة على الموبايل او على التابلت ما تعرفش تسجل. انا ما جربتش تابلت تاني، ممكن مثلا هواوي او غيره بيدعم خدمات جوجل او عنده برنامج تسجيل مدمج بيسجل الصوت اللي خارج من
برامج الاونلاين مع صوتك، ممكن يكون في الخاصيه دي بالمناسبه في بتاع ده برامج مدمجه مع السوفت وير بتسجل الحصص اللي هي خارجه من الاونلاين. والكلام ده عندي على فكره موجود في كذا موبايل شاومي، وموجود عندي في سامسونج، وموجود في اوبو ده. تمام. لكن هنا للاسف في هواوي ده بيسجل الصوت اللي خارج منك، لكن ما بيسجلش الصوت اللي خارج من الطلبه، فمفيش حد يشتريه على اساس انه هو يسجل له حصه. تمام. ده بالنسبه للتابلت. طيب بالنسبه بقى للموبايلات التاتش اللي هي الاكس 360. الاكس 360 يعني الشاشه بتلف وبتبدا تكتب عليها بالشكل ده. ده عندك هنا ده بافيلون. تمام. شاشته هنا ال 14 بافيلون 14 بوصه. تمام. تقدر طبعا تمسك القلم ده تكتب بيه هنا. تمام. او تكتب بالقلم ده. ايه الفرق بين الاثنين؟ ده قلم بتاع ده شاحن، وفي نفس الوقت بتاع ده افضل. تمام. بيكتب على طول. انما القلم ده متعب شويه لانه بطاريه وممكن يقطع منك، فتضطر ان انت بتاع ده تفتحه علشان خاطر تشيل البطاريه وتركبه تاني. تمام. والبطاريه بتاعته ما بتلاقيهاش بسهوله. تمام. يعني تلف عليها ال7 لفات، لان طبعا هنا البطاريه دي مقاس اصغر من 4A. تمام. بطاريه الريموت زي ما انت شايف هنا 3A، فطبعا تبقى متعبه في الشراء. فلا انصحك انك تشتري قلم زي ده مع بتاع ده اللابتوب اللي هو الاكس 360 اللي انت بتكتب عليه. طبعا اللابتوبات الاكس 360 اللي هي بيتكتب عليها التاتش دي فيها انواع كتيره. تمام. فيها لينوفو، فيها ديل، فيها اتش بي زي اللي معايا ده. والاتش بي ده انواع، يعني ده اقل. تمام. مش عالي، بس في ميزه هنا في الاتش بي بصراحه جميله قوي وانا بحبها، اللي هي ميزه الصوت. بيبقى بتاع ده لما باجي بسجل او بتاع بيبقى في حته عزل الضوضاء، وفي نفس الوقت الصوت بتاعه كويس. لكن كتابه بالقلم عليه مش مريحه، وخصوصا لما بتاع ده اللابتوب بيسخن بتبقى الكتابه عليه مش مريحه. تمام كده. فيفضل طبعا انك لما هتيجي تشتري لابتوب، وخصوصا اذا كان اللابتوب مستعمل، تمام، انك تجربه بالساعه او الاثنين، تستنى لما الجهاز يسخن وتشوف الجهاز بيعمل ايه عند السخونيه، لان ده اشهر عيب ممكن تلبس فيه وانت بتشتري اي جهاز مستعمل، ان الجهاز بيسخن. وطبعا ساعه لما الجهاز بيسخن بقلم او غيره تبص تلاقيه ما اشتغلش كويس. فتجربه الكتابه على اللابتوب مش افضل حاجه. طبعا افضل حاجه في المجال والكتابه عليها طبعا السيرفس برو اللي هو بتاع شركه ويندوز. بس طبعا السيرفس برو غالي مش رخيص. تمام. والمستعمل منه غالي برضو وبيمسك سعر، مش عارف ايه السبب، يعني بيمسك سعر. تمام. فللاسف انا ما قدرتش اجيبه السيرفس برو. تمام. انت لو قادر تجيبه هاته. تمام. طبعا عندك اللينوفو كويس مش سيء، عندك الدل برضو حلو ومحترم مش سيء. لكن زي ما قلت الاجهزه في مصر اللي هي وارد الخارج دي، انا ما بحبش اسمع الكلمه دي اساسا، لان طبعا وارد الخارج ده ممكن يكون مستهلك وانت تلبس فيه. فيعني حاول بالذات في الحاجات دي تشتريها من حد ثقه، وفي نفس الوقت تقعد كده على اللابتوب وتجربه بالساعات يعني. طبعا ان شاء الله في الفيديو الجاي هشرح لكم ازاي تشتغلوا على البرنامج اللي انا عملته لكم، اللي طبعا هيسهل لكم الدنيا قوي، وخصوصا في اللي بيشتغل بالتليفون او بيشتغل بتابلت شاشته صغيره. انا عامل حسابي في النقطه دي ان انت تستغل كامل الشاشه. تمام كده. وتقدر تكتب عليها. تمام. وهوريكم ان شاء الله ازاي بعمل الكلام ده على الموبايل، وازاي بعمل الكلام ده على التابلت باذن الله. واتمنى ان انا اكون افدتكم في الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.